واخيرا يا جماعه بعد غياب طويل ده من تقريبا حوالي 15 يوم منتخب مصر كان بيلعب فيه طبعا في تصفيات كاس العالم. الدوري هيبتدي بكره بالنسبه لنا احنا كزملكاويه اللي هو يوم السبت هنلاعب النادي المصري. ربنا يستر يا جدعان ان الماتش ده صعب جدا جدا جدا. المصري طبعا زي ما انتم عارفين متصدر الدوري ويليه نادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي لو كسب المباراه بتاعته الجايه هيبقى الفرق بيننا وبين النادي الاهلي نقطتين. ده لو احنا يعني كسبنا النادي المصري، ده لو باعتبار ما سيكون. المشكله بقى يا جماعه بجد، يعني نادي الزمالك مش مبشر باي حاجه، ويانيك فيرا ده مش مبشر باي حاجه نهائي. لا خطه ولا اداء ولا تكتيك ولا طريقه لعب ولا هجوم، يعني ولا هو الدفاع مكومهم وبتاع ونظامهم حلو مفيش مشكله، ولكن كهجوم مفيش يا جماعه جمل. مفيش يا جماعه. انا بجد بتفرج على الماتش هتنقط هتجنن. ايه ده؟ هو في ايه؟ هو فين الزمالك؟ فين الكوره؟ انا يا جماعه الماتش كله بالنسبه لي، يعني انا بحب ماتشات الزمالك ليه؟ ببقى عايز اشوف بقى الزمالك بتيشيرته بتاع الجمهور الجو نفسه، ده بقى بالنسبه لنا احنا كزملكاويه عيد. ده عيد انت كزملكاوي هتفهمها، يعني كزملكاوي انت هتفهمها. ولكن كاداء بقى في الملعب مفيش، يعني مفيش غير الفينا بيريز. عمال بيحاول يمين وشمال ويرجع يعني لنص الملعب عشان ياخد كوره يطلع بيها قدام، وبيحارب وبيرقص وبيتضرب. لكن فين بقى اللعيب اللي يديله الكوره يقول له روح يا الفينا جيب جون؟ يلا يلا يا باشا روح جيب جون، اتفضل خد مثلا سلوم من ورا المدافعين وخش زي كوره مثلا عبد الله السعيد اللي اتعملت له. كان يعني من ضمن 10000 كوره المفروض تتعمل، عبد الله السعيد اداها لالفينا الجون اللي جابه اللي حطها بشماله، عملها الالفينا حلوه جدا جدا حطها. الكره الوحيده تقريبا اللي الالفينا جات له. شوف بقى له قد ايه كان بيلعب كام ماتش، حوالي 3 4 ماتشات لعبهم، 3 ماتشات تقريبا، ما فيش ولا كرة جات له من ورا المدافعين يخش على عم الفينا ودي روح انطلق جيب جون بقى اعمل جون. لا يعني الواد بينزل لورا عشان ايه؟ ياخد الكوره ويحاول بقى يطلع بيها، ويا ريت كمان حد يا جدعان بيعمل معاه 1 2. يا ريت يا نهار ابيض. ده يعني لو بيعمل 1 2 ده في كوره في اول ماتش لعبه كان ناصر اللي هو جاي الجديد اللي جه، اللاعب الجديد اللي جه ده ناصر، والله نسيت اسمه، ناصر ده. المهم بيعمل معاه 1 2، راح ناصر ده اداها له كوره ايه؟ بعيده بعيده يخرب بيتك. ده الفينا ما بينه وما بين ناصر ده حوالي كام؟ هو مش ناصر ماهر، ناصر والله في اتنين ناصر التاني ابو شعر. المهم يعني بيعمل معاه 1 2 والفينا بيخش له ده وحشه جدا، وبينه ايه؟ بينه وبين الفينا يعني هقول ايه؟ يعني زي بيني وبين ايدي كده، اللي هو ده انت لو خبطت في رجلك هتجيله. يخرب بيت ايه ده؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ يا جماعه احنا عندنا في نادي الزمالك حرفيا يفتقد يعني لاساسيات الكوره عامه. اساسيات الكوره مفيش. بلح بلح، انا بكلمك بجد بلح. لا استلام ولا تسلم ولا باصات ولا شوط يا جماعه ما شاء الله في السماء، ولا عقليه هنا. عقليه هنا اللاعبين تقريبا تحت الصفر. تصرفاتهم يا جدعان في الكوره غريبه. انا ما بشوفش الصراحه لعيبه او يعني كبني ادم بيفكر بدماغه يتصرف كده زيهم. لا هتجنن. انا ببقى قاعد الاقي مثلا ايه، نبقى خسرانين ولا متعادلين، والاقي مثلا حسام عبد المجيد من نص الملعب ولا من بره منطقه الجزاء من بعيد ويشوط الكوره في المدرجات. ايه ده يا باشا؟ يعني انا افهم مثلا ايه لو كسبانين 5-6 مثلا وعايز يا اخي بقى نفسك تشارك بجون فهشوط بقى الكوره كده يمكن تيجي، يمكن عادي مش مشكله، كسبانين في 4 5 و6 وحفله بقى عايز تشارك في الحفله. لكن لا يشوط بقى الكوره في السنه. بقاله مثلا 100 ماتش بيعملها ما جاتش ولا كوره. طب يعني ده مش مؤشر مثلا بيقول لك انك انت ما بتعرفش تشوط؟ طب يعني شوط يا اخي واحنا كسبانين فرق، اقول لك ماشي يا سيدي ماشي. لكن واحنا خسرانين او متعادلين او كسبانين فرق واحد لازم يبقى عندك مخ. يبقى لا اهوش مثلا ان انا اشوط وباص الكوره افتح لعب يمين شمال. ونيجي بقى لناصر ماهر. ناصر ماهر الجميل، ناصر ماهر العسل حلو جدا، يفضل يحنكش في الكوره يحنكش في الكوره يحنكش في الكوره تقطع منه.
ده اللي بيعمله ناصر ماهر. ناصر كرة، عارفين يا جماعه، بحس كده ناصر ماهر لما تكون كرة قدام الجول بتصعب عليه ان هو يشوط الكرة في الجول. يعني اللي هو ايه ده جون سهل، لا بس لما تيجي نحنكش شويه، يعني تعالى نحنكش، ايه رايك؟ يعني إيه نجيب جول عشان اشوطها هجيب جول ليه يعني؟ لا عايز احنكش كده. يا حبيب قلبي الجول قدامك، ما تشوط يا حبيبي، شوطها جول خلصت. لا ما انا عايز احنكش، يعني أنا مش عارف. تعالى بقى عدي الدباغ، عدي الدباغ، عدي الدباغ صعبان عليا، والله صعبان عليا زي الفينا. وشيكو بنز على فكره مش سيء خالص، بس يا جماعه اللعيبه دي عايزه حد يلعبهم، يعني خط نص يلعبهم، دفاع يلعبهم، يدوم كور حلوه قدام يلعبهم، لكن مفيش انا بقول لك مفيش. عدي الدباغ ده يا جماعه ما جالوش تقريبا لغايه دلوقتي فرصه. شوف انت مصطفى محمد مع المنتخب جات له فرصتين اجوان، واحده من زيزو، واحده بتاعت محمد صلاح اللي اداها له. الدباغ ما جالوش، شوف بقاله بيلعب مثلا 4 ماتشات تقريبا، 4 ماتشات، 3 ماتشات و4، ما جالوش يا جماعه فرصه واحده زي بتاعت مصطفى محمد، او فرصتين زي بتوع مصطفى محمد، فرصه تقدر تقول عليها جول. مفيش. لا ده النعيم بينزل يستلم ويطلع مع اللعيبه ويحاول يلطش اي حاجه، مفيش. يا جماعه اي مهاجم موجود في نادي الزمالك بجد مظلوم، انا بقول لكم مظلوم حقيقي، مظلوم. ما اقدرش اقيم المهاجمين. لا انت من عندك من خط الدفاع وخط النص عندك مفيش. فتوح حبيبي، فتوح الجميل، ماتش طبعا ما شاء الله يعني، اتسبب ان احنا بتاع وادي دجله نزل، الله اكبر عليه الله يحميه، بص كرة للمهاجم بتاع وادي دجله وهوب جول. ايه يا حبيبي ده انت لوحدك يا بابا، لوحدك تعمل فيها اللي انت عايزه، ايه البصه دي؟ ده على فكره هو مش فتوح بس، ده كل اللعيبه كلهم نفس العقليه. يا جماعه مش عارفين امتى يباصوا، امتى يفتحوا اللوناج، امتى يهاجموا، امتى يهدوا اللعب. لا وفي حاجه هتشلني بقى، وهنشوفها ماتش المصري، هتشوفوها بتشلني. ايه هي بقى؟ ايه هي؟ هتقول لي ايه؟ اقول لك ايه. طيب بص، لو انت موجود معايا لغايه دلوقتي في الفيديو ما تنساش بقى تعمل لايك، اللايك بتاعك وسبسكرايب، واكتب لي في الكومنتات قول لي انك انت موجود، وهقول لك دلوقتي ايه، قول لي رايك، يعني اكتب رايك في الكومنتات، قول لي ايه رايك في اللي هقوله لك دلوقتي، وصح ولا غلط. ده لو انت قاعد معايا لغايه دلوقتي في الفيديو. بص يا سيدي الكوره دلوقتي معانا هجمه واعده حلوه جدا ومرتده، يجي مثلا مين؟ لعيب من اللعيبه البشوات الحلوين، غير الفينا شيكوبانزا والفينا بيحبوا يروحوا على الجون. اي لعيب جودونجا بقى في حد في خط النص بقى، عبد الله، الناس الحلوه، سيف، ايا كان يجي، او حتى لو وينج مثلا يجي يعمل ايه؟ خلاص هجمه، ايه ده الجهاز هيقع، هجمه روح جيب جون، يروح عامل ايه بقى؟ يروح واقف يبص كده، يعمل كده، يروح مرجعها ورا للوينج مثلا. يا باشا انت اما تطلع لقدام، وشك لقدام، اجري، روح العب الكوره لقدام حتى لو مقطوعه. يبص كده يمين شمال، راح مرجع كوره ورا للوينج، الوينج راح رجعها ورا الدفاع راح رجعها لصبحي. باظت الهجمه، ماتت. خد ده بقى منك كتير، خد ده من ده كتير، كل الهجمات كده. ولا ولو مثلا متعادلين او خسرانين، يا نهار ابيض يا جدعان على البطء بتاع حسام والونش والدفاع ورا، مفيش حميه، خسران تخش دوس على كورتك واجري، قدم ارمي ثرو، العب كوره باص على الارض، اجري، لا هادي ماشي كده، باصي كده، والتاني ايه؟ يباصي يمين، يباصي شمال، ترجع له الكوره ورا، يقف كده على الكوره، يعمل كده يا حبيبي العب. ده الواحد يعني، انا لو بلعب في الملعب وخسران، تجي لي الكوره مثلا، لعيب مثلا يرجع لي الكوره للدفاع، ادوس على كورتي واهجم لقدام، اطلع كل لقدام على طول، باص سريع لقدام، اطلع اكسب مساحه، اكسب ارض، اكسب مساحه قدام، اجري. لكن لا، استنى شويه، نستنى. ايه ده؟ لا ايه بجد ده؟ وده بيحصل ولا لا؟ اكتب لي في الكومنتات، بيحصل ولا لا بجد، ولا انا متخيل؟ لا بس بامانه لو الزمالك ده عايز ينصلح حاله، ما عندكش غير 2 مدربين، تكيس جونياس اسمه ايه ده، اوسوريو. هما حلين عشان الزمالك ينصلح حاله من الاخر، تكيس جونياس
واوسوريو، ولكن اهم حاجه انك انت تصبر عليهم. تصبر عليهم، مش ماتش واتنين ويخسر، لا يا باشا. ده تجيبه يا باشا يقعد سنتين ثلاثه، ده المدرب الصح. انت بتبني. اما يانيك فييرا مفيش يعني، مفيش يا جماعه جمل، مفيش اداء، مفيش تكتيك هجومي، مفيش اي حاجه. هو يا دوبك بس ايه يعني، بقينا ندافع شويه يعني احسن من السنه اللي فاتت. كل شويه السنه اللي فاتت كل ماتش نخش فينا جول يعني، ها. ده لكن فين في الهجوم؟ ما بنلعبش كوره. شلت. مفيش جمل، مفيش تكتيك هجومي. ده يا جماعه، ده انا قبل ما يجي قال يا جماعه بس الراجل ده عيبه حاجه وحشه جدا، ان هو بيحب الهجوم قوي يعني بيهاجم. انا قلت يا جماعه هلاقي برشلونه تكتيك برشلونه كله بيهاجم. ما شاء الله لقيت دفاع بني عبيد يعني، بامانه يعني. مش عارف والله اقول ايه. فبكره ان شاء الله ماتش الزمالك والمصري الساعه 8 يوم السبت. نتمنى ان احنا نكسب يعني. انا تعبت والله، انا نفسي اشوف كوره حلوه. نخسر يا عم يعني، نخسر، بس مش هينفع نخسر. ما قدرناش ان احنا نكسب، لازم نكسب. فنتمنى ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا بكره نكسب. ويا ريت يعني نلعب كوره يعني، لو ما فيهاش اساءة ادب نباصي لبعض يعني، باصات حلوه، نعمل جمل، نقرب من بعض شويه مساحات، نهاجم كده زي البني ادمين، نضغط على اللعيبه من قدام ونباصي لبعضينا، ودي هتبقى حلوه، دي هتبقى جميله. اللعيبه، رساله اللعيبه بقى، اللعيبه اتفرجوا كده على برشلونه. يعني احنا كمثلا لما انا كنت بلعب زمان كده في الشارع وبتاع، وفي النوادي يعني مراكز الشباب، نأجر ارض والكلام ده كله، كنا بنعمل ايه؟ نتفرج بقى على برشلونه وبتاع وماتش الكلاسيكو وبتاع، شوف اللعيبه